ما تيجوا كده نعمل فطاير لذيذة قوي للفطار وللعشاء. عاوزة اقولك تبقى قيمة جدا على سفرتك. بجد هتشرفك قدام حبايبك، او لو انت عاملة عزومة قدام ضيوفك كده هتشرفك قوي. بسيطة وسهلة وراقية جدا. طيب تعالي بس الأول كده نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف فيديو النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أول مرة بقى بتشوفيني اعملي لي متابعة علشان يوصل لك كل إشعاراتي. ما تنسيش اللايك، ويلا بينا على الوصفة بتاعتنا. طيب اول حاجه معانا لفه جلاش، وكل مره هفكرك افضل جلاش تشتريه اللي هو من الفرن، مش اللي من الماركت. من الماركت بيبقى متخزن كده وبيبقى ريحته مكمكمه يا جماعه من التخزين، وممكن تكون كمان الصلاحيه بتاعته منتهيه. لا، هاتي بقى من الفرن. اول حاجه بيبقى سعره احلى، تاني حاجه بيبقى فريش، تالت حاجه بتبقى الكميه بتاعته كبيره قوي. طيب هناخد بقى ورقة كده او ورقة ونبتدي ان احنا معانا سمنة كده مسيحينها نوزعها. تقدري تحطي سمنة على زيت، بس انا في الجلاش بحب استخدم سمنة. ما تكتريش، يا دوب توزعي كده الورقة كلها، بس مش كتير، مش عاوزاها منغنغة سمنة. طيب وبنعمل ايه بقى اهو؟ بنعمل كل ورقة كده ونقوم حاطينها ونبرمها في الورقة التانية زي ما انت شايفة كده. هنعمل اهو واحدة تاني، ندهن سمنة خفيف وناخد اللي برمناه ده كل مرة ونبرمه لحد لما نخلص كده نص لفة الجلاش اهو. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. شايفين اهو؟ بندهن ورقة ورقة زي ما انتوا شايفين كده، وبنقوم حاطين. طب انت هنا مش هتعملي بقى ليه تاني؟ لا، احنا كده خدنا نص لفة الجلاش تمام قوي. نص لفة الجلاش التانية هنعملها بنفس الطريقة اهو. ناخد ورقة ورقة كده، ندهنها خفيف، ونقوم حاطين برمين فيها اللي احنا برمناها زي ما انتوا شايفين كده. برمنا دي ندهن الورقة التانية خفيف قوي، مش عاوزة سمنة كتير، بس حاولي توزعي على الورقة كلها، ونقوم برمين فيها اللي احنا عملناه لحد لما نخلص بقية نص لفة الجلاش التانية. كده معانا 2 مبرومين اهو زي ما انتوا شايفين، ما خدوش مننا وقت ولا اي حاجة، وكمان اتبقى مننا سمنة، ما بندهنش سمنة كتير. طب تعالوا هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي ان احنا نقطعهم كده، الرولين دول نقطعهم. طب هنقطعهم قد ايه؟ يعني في حدود كده عقلة ونص. شوفي عقلة صباعك، عقلة ونص كده ابتدي قطعيها، مش عاوزة اكبر من كده ولا اصغر من كده. تمام؟ اظن لحد دلوقتي سهلة وبسيطة، ولحد اخر الفيديو سهلة وبسيطة. انتوا عارفيني دايما بحاول اجيب لكم الحاجات السهلة والجميلة كمان. طب انا هنا معايا مفروم متعصج، تمام، لحمة مفرومة. حطيت عليهم زيتون وفلفل الوان زي ما انت شايفة كده. عاوزة تحطي جبن تمام. تقدري كمان تعمليها بالفراخ، وعلى فكرة ما بتاخدش كمية لحمة كتيرة خالص. يعني انا كان عندي حبة مفروم كده متعصجين بالبصل كده كانوا متبقيين، حطيت عليهم بقى الزيتون والفلفل، ما شاء الله بقوا كتير، وكمان مش هاخدهم كلهم. طيب انت اتكلمتي ما قلتلكوش هنعمل ايه. تعالوا نعمل دي واحكي لكم نعمل واحدة من اول وجديد. بناخد بقى كده اللي احنا قطعناه، وبتبتدي توسعيه بايدك كده بالراحة وتفرديه كده، بس اهم حاجة ما تفردهوش للاخر علشان ما يفكش منك. احنا طبعا برمينه على بعض. تمام اهو. وفتحيه واحشيه واضغطي عليه كده. بصي نعمل تاني اهو. بصباعك كده بتفتحي بالراحة وبتطلعي الطبقات اللي احنا برمينها دي. بس وانتي بتطلعيها، بصي انا هنا كنت اوريكم كانت هتفك مني، ما تطلعهاش قوي. انت كده بصي هتشوفيها هتبقى هشة وجميلة جدا. المهم ما تفردهاش قوي علشان ما تفكش منك اهو. بصي بالراحة، وبعدين وسعيها كده بصباعك، وابتدي حطي الحشو بتاعك. زي ما قلتلك تقدري تحشيها فراخ، تقدري تحشيها بسطرمة، تقدري تحشيها خضار، بس يعني حسب الحشوة اللي انت عاوزاها. عاوزه اقول لك خطيره جدا، وشكلها بيبقى قيم قوي على السفره زي ما قلت لك. بجد يعني هتشرفك قدام قدام عزومك قدامك معازيمك. ولادك هتبقى جميله قوي في الفطار وفي العشاء كده لذيذه قوي. هنجيب بقى صينيه كده وندهنها سمنه خفيف او زيت، ونبتدي نرصها. حاولي الفتحه بتاعه الفطاير دي نخليها كده في وش الصينيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. ودخليهم على بعض كده ما يهمكيش يعني. تمام.
جربوها تعجبكم قوي قوي بجد، كنت عاملاها كانت تحفة. طب هندخلها بقى الفرن على الرف الوسط على درجة حرارة 170، نسيبها كده في حدود 10 دقايق. تعالوا بقى معانا كوباية لبن وبيضاية، ودي التشريبة العادية بتاعت الجلاش اللي كلنا عارفين وبنعملها. هنقلب كده البيض مع اللبن، نحط عليهم حبة ملح وحبة فلفل وتمام قوي. تعالوا بقى نجيب الفطاير بتاعتنا اللي احنا عملناها دي، زي ما قلنا بنسيبها كده لحد لما نحس انها تبدأ تستوي، مش عاوزاها تتحمر، يعني مجرد ان نحس كده ايه بدأ لونها هيبدأ يغير، نقوم مطلعينها على طول زي ما انتوا شايفين كده. ونقوم بقى مسينها بالتشريبة اللي احنا عملناها دي، البيض مع اللبن، وندخلها الفرن تكمل السوا بتاعها. خطيرة خطيرة يا جماعة بجد جميلة. حطيتي اللايك ولا لسه؟ حطي اللايك واعملي مشاركة علشان الفيديو يوصل لكل حبايبك. شايفين جمالها؟ بصوا خطيرة بجد. بتشغلي تحت بعد كده تشغلي عليها الشواية لو ما احمرتش معاكي عادي. تمام. طلعيها بقى، مش قادرة اقولك جمالها خطيرة وشكلها قيم جدا من غير ما نتعب فيها ولا اي حاجة. بصوا بقى هشة ومورقة وجميلة ازاي. الله بجد، هشة ومقرمشة من بره، طرية ولذيذة من جوه، خطيرة بجد. الله بجد على الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك طبعا فضلا ليس امرا. ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلوبكم، ولكم بالمثل وزيادة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. باي باي.